عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ وحشوني من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. اخباركم ايه؟ بنحب الحواوشي وريحته بتجيب من اخر الشارع. بس صدقوني الحاجه ما بتبقاش مضمونه طعمها عامل ازاي ولا مين اللي عاملها، او المكونات اللي موجوده. احنا بنبقى بناكل حاجه حامله ومش عارفين ايه هي. طب ايه رايكم نعمل الحواوشي بتاعنا؟ بصوا ورق سخن يعني لسه مولع. عامل ازاي؟ بصوا. طبعا عايزينه يكون محمص عن كده. هتقسمي الورق وهتحطيه تحت الشوايه دقيقتين، الوش بتاعه هيحمر. بس احنا المرة دي مش عايزينه كده، في وصفات تانية عاملاه ومقرمشة العيش بتاعه. وممكن كمان نعمله على عين البوتاجاز على اي طاسة كده، مش لازم في الفرن بس. ليه طرق كتير. النهاردة عاملينه بطريقة حلوة جدا بتكات صغيرة هتخلي الحواوشي بتاعك يفرق 180 درجة، وجبته وريحته تملى الشارع كله ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم. طب عايزين نعرف الطريقه والمقادير، هندخل على الفيديو ونتفرج عليه لاخره. ان عجبنا الفيديو لايك وشير وسبسكرايب. باي. سمي كده يا حبايبي، نقول بسم الله وعلى بركه الله. ومعانا كيلو لحمه مفرومه، وحوالي كيلو بصل، وسبع تمن وحدات فلفل اخضر، وحدتين فلفل حامي. ويا سلام لو وحدتين فلفل احمر، هو الحامي او البارد، بس اللون الاحمر بيدي طعم ولون حلو، بس انا للاسف ما لقيتش. هفرم الكلام ده كله وارجع له. بصوا هنقطعهم كده. ليه بقطعهم؟ عشان اساعد الكبه بتاعتي السلاح بتاعها ما يبص. يعني لو هتحطيها صحيحه كده انت ممكن تبوظي السلاح بتاعها. هفرم الاول، اهم حاجه هفرم الاول البصل. بس قبل ما افرمه انا هحط عليه التوابل بتاعتي كلها. ليه هحطها هنا؟ عشان لما بنحط التوابل بتاعتنا في الاول دلوقتي هتتفرم مع البصل، هتبقي انتي غلغلتي التوابل بتاعتك في اللحمه في البصل كله. فلما هتتحط على اللحمه هتكون الدنيا بالنسبه لك اسهل. خلاص. طبعا هتحطي التوابل اللي انتي بتحبيها. اساسي ملح وفلفل وشطه، يعني دوت اساسي. معايا توابل لحمة، معايا توم بودر اللي احنا عاملينه مع بعض، ريحته بقى ما اقولكيش. ومعايا بصل بودر اللي عندي خلص، عايزة اعمل ان شاء الله. وهنحط فيه كيس توابل كده بيتباع عند العطار، توابل اسمها توابل حواوشي. انا مش فارق معايا الصراحة الماركة، ريحتها حلوة. وهضرب الكلام كله مع بعض. ومش عايزة تحطي التوابل الحواوشي دي ما تحطيهاش. بصي انا مش عايزه قطع البصل بتاعتي تكون ناعمه قوي، فبفرم اللي هو الفرم المتقطع. البصل لما بيبقى ناعم قوي ما بيبقاش باين. انا بحب استطعمه، يعني ما بحبش ان هو يبقى عجينه كده زي بتاعه الشارع. الريحه بقى خطيره. بصوا البصله بتاعتي حجمها عامل ازاي. الحجم بتاعها مش كبير قوي ومش صغير قوي، بس قطعه البصل باينه. البصل لما بيكتر بيبقى طعمه حلو جدا في الكفته. لا في الكفته، لا الكفته ممكن تفك. في الحواوشي على فكره، الحواوشي اللي انتوا بتجيبوه من بره وبتبقوا فرحانين بيه قوي بيبقى عباره عن بصل ودهن وحاجات كده يعني، واللحمه فيه قليله قوي وبيبقى عاجبنا موت. طب احنا نعمله احنا عندنا بطريقتنا بالنظافه اللي احنا بنتكلم فيها. كمان هنكتر البصل بتاعنا، والخلطه بتاعتنا هتديله طعم حلو جدا. زي ما قلت لك لو وحدتين فلفل احمر هينقلوا نقله تانية. هقلب الكلام ده كله مع بعض. بصوا يا حبايبي، بعد ما قلبناهم كويس ما تحاوليش تاخدي من الطبق وتحطي في العيش على طول. في رغيف هيبقى كتير وفي رغيف هيبقى قليل، ومش تبقى عارفه انت عامله كام رغيف عشان تقطعي العيش. فحاولي قطعيهم الاول، هتكون الدنيا معاكي سهله. فالدنيا هتكون معاكي سهله وهتكوني انت واخده الكميه بتاعتك مظبوطه، هيكونوا كلهم قد بعض. كنت انا الاول عملت معاكم كم مره. كنت انا من الاول عامله العيش. المره دي الصراحه ما عملتش العيش، اشتريت العيش. لو الفرن عندك كويسه خلاص. ممكن كمان ساعات بتطلبي من صاحب الفرن ان هو يعمل لك عيش مخصوص
للحواوشي بيبقى محمل شويه. وبنفس العجينه ديت انت ممكن تعملي اللي هو الحواوشي الاسكندراني، يعني هتعملي العجينه وهتحطي فيها اللحمه ديت. بصي الدنيا هتبقى معاكي سهله قوي وانت مقسمه اللحمه ومقطعه العيش. انت عارفه اللحمه قد ايه والعيش قد ايه. ما شاء الله الكميه ديت عملت معانا 12 رغيف حلوين جدا ما شاء الله. طبعا بقى تقللي تكتري دي حاجه ترجع لك انت بتحبي رغيف الحواوشي عامل ازاي. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. بصوا يا حبايبي خلصنا الرغيفه بتاعتنا. في نقطه مهمه جدا، لو افراد الاسره كلهم بيحبوا الدهن او الليه هيدي طعم وريحه للحواوشي اكتر، بس عندي ما بيحبوش. اهم حاجه بصوا انا مش هدهنه زيت، مش هدهنه اي حاجه، عايزينه يكون خفيف شويه. هلفه في ورق الزبده وهوريكم ازاي هلفه. اهم حاجه الحواوشي يدخل على الفرن تكون درجه الحراره بتاعته متحققه ويكون درجه حرارته عاليه، يعني كوني مشغلاها قبليها بربع ساعه او تلت ساعه ويكون سخن جدا عشان العيش بتاعنا او الحواوشي بتاعنا ما ياخدش وقت. هسخن الفرن والف العيش وارجع لكم. بصوا حبايبي لفينا العيش كله خلاص كده بورق الفويل او ورق الحواوشي وهدخله الفرن. اهم حاجه تكون درجه الحراره بتاعته عاليه. وهقول لكم خد معايا قد ايه. بنحطه على اول رف في الفرن، يعني فوق الصاج على طول عشان يبقى قريب من النار، وممكن تشغلي عليه الشوايه لو الاتنين عندك بيشتغلوا مع بعض. بصوا حبايبي بعد ما طلعناهم ما شاء الله عليهم، بس هو سخن جدا. بسم الله. بس واحدة واحدة بس عشان وهو سخن هتلاقي الورقة عرقانة شوية فهيبتدي يقطع معاكي العيش. ما تعمليش زيي واصبري شوية بس لغاية ما يبرد معاكي. يعني بصوا انا لسه سخن فايه عمال يتقطع معايا. بسم الله. بصوا مستوي وحلو قوي وجميل جدا جدا جدا. عايزاه مقرمش شويه ممكن بعد كده تطلعيه من الفويل وتحطيه في الفرن كده دقيقتين تلاتة والفرن لسه سخن هيقرمش معاكي. عايزاه طري سيبيه زي ما هو كده. حلو جدا ريحته حلوه قوي كانت قلبة الدنيا. ما خدناش وقت في عمايله، بيتعمل بسرعة ان شاء الله كده. ربنا يحسن ما بين ايدينا وما بين ايديكم ان شاء الله، وتكون وصفة النهاردة سهلة وخفيفة على قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.